السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بكم من جديد في القناه. فيديو جديد عباره عن وصفه تشيز كيك بالليمون اولا بالحامض بدون فرن، كتجي رائعه. الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك وتنضموا للقناه ديالي. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره باش نحضروا هاد الوصفه. بالنسبه للمقادير هنا عندي 300 غرام ديال البسكويت صابل اللي كيكون مطحون بدون شوكولاته، كنطحنوه مزيان وكنضيفوا عليه واحد 120 غرام ديال الزبده اللي كتكون دايبه، وكنبسبسو مزيان داك البسكوي، يعني كندخلوا الزبده في البسكوي مزيان، وكناخذوا واحد المول اللي القطر ديالو 20 سنتيم، كنبسطوا مزيان داك البسكوي في المول وكندخلوه للثلاجه باش كيشد راسو. بالنسبه للكريمه في كاسرونه وضعت صفار بيضاء مع 3 المعالق كبار ونصف ديال السكر سنيده، و3 المعالق كبار ديال مايزينا، وعندي كاس مملوء ديال الشاي ديال الحليب اولا ما يعادل واحد 100 غرام ديال الحليب اولا 100 مليلتر، وكنضيف كذلك واحد الملعقه صغيره ديال الفانيلا للتنسيم. الا ما متوفرش عندكم تقدروا تعوضوها بالكيس ديال الفانيلا اولا الفانيلا السائله. كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعض، جميع المكونات راه مكتوبه في الفيديو صافي، وكنوضعوهم فوق النار يعني حتى كيعقد لينا الخليط مزيان، يعني بهذه الطريقه، وكنبقاو مستمرين في التحرك باش ما كيتحرقش لينا الخليط ديالنا، يعني حتى كيعقد بهذا الشكل كما كيبان لكم في الفيديو. وكنوضعوه في شي اناء، يعني كنفرغوا هذا الخليط ديالنا في شي اناء، وكنغطيو الوجه ديال الكريمه بالبلاستيك الغذائي، وكندخلوها للثلاجه ماشي المجمد، يعني غير الثلاجه حتى كتبرد لينا مزيان. ندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هنايا 300 غرام ديال الكريمه السائله يعني الخاصه بالحلويات. من الاحسن تكون بارده. انا غادي نطلعها مزيان بالباطور، يعني كنطلعوا الكريمه ديالنا حتى كنحصلوا على واحد لا كريم شونتي، يعني بهذه الطريقه كما كيبان لكم في الفيديو. يعني وصفه سهله ما كتاخذش منا الوقت نهائيا، وكتجي لذيذه ومنعشه، غير جربوها اكيد غادي تعجبكم. صافي هنا من بعد ما كنطلع لا كريم ديالي، لانني استعملت الكريمه بدون سكر، غادي نضيف 2 معالق كبار ديال السكر السائل عفوا السكر الثقيل اولا السكر الناعم. استعملت الكريمه بالسكر، يعني غتكتفيو فقط غير طلعوا الكريمه بدون ما تضيفوا حتى شي اضافات. صافي هنا من بعد ما طلعت لا كريم ديالي غادي نضيف ديك الكريمه ديال الحامض اللي حضرت معكم من قبل، من بعد ما بردت مزيان كنضيفها للخليط ديال لا كريم شونتي، وكنعاود نطرب هاد المكونات مزيان يعني كما كيبان لكم في الفيديو، يعني حتى كينسجموا لينا مزيان مع بعض، وكنحصلوا على لا كريم يعني يعني لا كريم بالنكهه ديال السيترون، كتجي لذيذه بزاف. صافي هنا من بعد ما يعني كتوجد ليا هاد لا كريم ديالي، كنضيف ليها واحد 2 معالق كبيره ديال العصير ديال الحامض اولا الليمون، يعني كاين اللي كيقول ليه الليمون، غير باش كنعطيو ديك الحموضه لا كريم، يعني ما كتجيش باينه، يعني كتجي لذيذه بزاف. غير ضيفوا هاد الاضافه في الاخير ديال العصير ديال الحامض اولا الليمون. صافي وغادي نفرغ هاد الكريمه ديالي في المول، يعني فوق الطبقه ديال البسكوي. بعد ما خرجته من الثلاجه وتماسك ليا، كنوضع الطبقه ديال الكريمه وكندخلها للثلاجه على الاقل واحد 3 سوايع حتى لساعتين، يعني حتى كتماسك وكتشد لينا مزيان. ومباشره كندوزو كنحضروا الطبقه الاخيره اللي فيها في كاسرونه كنوضع 2 حبات من البيض، قشور ديال الحامضه، وعندي ربع كاس ديال السكر سنيده، ونصف كاس ديال العصير ديال الليمون. كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعض خارج النار، وكنضيف قليل من الملون الاصفر، يعني غير باش كنعطيو داك اللون الاصفر للكريمه. لو متوفرش عندكم تقدروا تكتفيو فقط بهاد المكونات. صافي كنوضع الخليط ديالي فوق النار مع التحريك المستمر، يعني حتى يبدا يعقد لينا تعقد لينا عفوا الكريمه ديالنا بهاد الطريقه. صافي كنخليوها تبرد شي شويه، ومباشره كنفرغوها فوق الطبقه ديال لا كريم شونتي ولا الكريمه ديال الحامض اللي حضرنا من قبل. صافي وكنوضعوها في الثلاجه على الاقل واحد ساعتين حتى كتبرد مزيان، وكنزينوها على حسب الرغبه ديالكم. انا زينتها بالقطع ديال النعناع ولا كريم اللي حضرت من قبل، والتزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم. الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، ونلقاكم في فيديوهات مقبله ان شاء الله.